مساء الخير عليكم. اهلا بيكم. انا اسمي ايمن تدرس، بشتغل في العمليه التعليميه بقالي 22 سنه. الحقيقه جاي احكي لكم على شويه قصص كده خفيفه لطيفه في 5 دقائق. هسميهم 5 دقائق تعليم، يعني نصيحه تعليميه سريعه في 5 دقائق. قبل ما اتكلم على نصيحه النهارده، عايز احكي لكم قصه صغيره. كنت زمان وانا مدرس صغير جديد بشتغل في مدرسه، ورحت للمديره، اتقابلت مع مديره مدرسه محترمه. قالت انا عايزه حضرتك تشتغل معانا. قلت لها ما فيش مشاكل. قالت لي ايه رايك تشتغل معانا بارت تايم، تدي جريدز كبيره. كنت لقيتها تعرف نوعا ما. قلت لها اوكي. رحت اشتغلت بارت تايم، واتفق معايا على المرتب بالسيشن، وعرفت عدد السيشن، فعرفت مرتبي هيبقى في الشهر مثلا كذا. اشتغلت، رحت اديت الحصه الاولى الثانيه الثالثه، ابتديت اشتغل معدل الشغل في المعتاد بتاع اللي اتفقنا عليه. وانا حسبت مرتبي طلع رقم انا عارفه وساتسفايد بيه، وربنا يعني باركني بيه وشاكر ربنا. المهم، فات اول شهر، تاني شهر راحت كلمتني قالت لي معلش يا مستر ايمن، الاسبوع ده هنلغي الحصه. ليه يا ست المديره؟ اصل احنا عاملين تدريب على الحفله بتاعه المدرسه. حفله في تاني شهر؟ ماشي. طيب، الاسبوع اللي وراه هنلغي حصه، اللي وراه وهكذا. لقيت نفسي بدل ما كنت هدي مثلا في الشهر 16 حصه، لقيت نفسي بدي 4 5 حصص. حاجه غريبه قوي. طبعا انتوا عارفين ان المدرسين بارت تايم بياخدوا يعني بياخدوا فلوسهم بعدد الحصص. يعني انا مثلا اديت في شهر 20 حصه، في سعر الحصه وبقبض. استغربت جدا. المديره بتحاول تقلل على قد ما تقدر من عدد حصص المدرسين البارت تايم، والبارت تايم تقريبا 3/4 المدرسه. يعني الفول تايم في المدرسه قليلين جدا. ماشي، اشتغلت. طبعا المرتب اللي كنت متوقعه ما حصلش، مرتب قليل جدا. في يوم من الايام رحت المدرسه، لقيت المديره بتقول لي معلش يا مستر ايمن، انا كنت بدي الجريدز الكبيره. عارفين طبعا المدارس الانترناشونال بتقول عليها في الامريكان جريد 1 2 3، في الاي جي يقولوا يير 1 2 3، في الناشونال اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي. انا كنت بدي ما يوازي اولى وثانيه وثالثه ثانوي في الناشونال. انا مدرس انترناشونال. المهم، مش دي المشكله. مره جت قالت لي الحقني، انا جريد 7 اللي هم المفروض اولى اعدادي، المدرس بتاعهم مش موجود وعايز حد يدخل لهم. قلت لها ماشي، هدخل لهم. رحت دخلت الاولاد، بقول للاولاد ها يا اولاد، مسكت الكتاب بتاعهم، ها اشرح شابتر ايه، وصلتوا لشابتر كام؟ فطلع ولد صغنطط كده لطيف في اولى اعدادي قال لي احنا يا مستر لسه في شابتر 1 لحد دلوقتي. شابتر 1؟ واحنا كنا تقريبا في النص الثاني من السنه، الترم الثاني او قرب الثالث لو في ثالث ترم. شابتر 1 ليه يا حبيبي؟ ما كل يا مستر ما مستر يجي يشرح لنا شابتر 1 ويمشي. انا ويمشي؟ ويجي المدرس الجديد يشرح لنا تاني من شابتر 1. ليه يا بابا كده؟ اتضح ايه بقى؟ ان المدرسين كلهم بيجوا يشتغلوا بارت تايم، فلما يشتغلوا بارت تايم يشتغل شويه ويمشي، يجي المدرس الجديد يعيد من الاول، فيعين الولاد بياخدوا شابتر 1 بقى لهم سنه او قربوا يخلصوا السنه وهم في شابتر 1. طب ايه الحدوته دي؟ ايه هدفها؟ هدفها ان المدارس اللي من غير سيستم مدارس فاشله، طلع جيل فاشل. عشان كده النهارده، نصيحه النهارده، ازاي اختار المدرسه؟ ازاي اختار المدرسه لابني او بنتي؟ اختارها لما يكون المدرسه فيها سيستم. طب اعرف ازاي بقى ان المدرسه فيها سيستم؟ رقم واحد، المدرسه دي تكون ليها هيئه بتشرف عليها، زي مدارس الراهبات، المدارس اللي هي تبع منظمات غير هادفه للربح. رقم اتنين، لازم اقرا ريفيو على المدرسه. في مواقع كتير على النت بتحكي على ريفيو المدارس. لازم اسال مش على البيهيفير. كلكم بتجروا ورا البيبي يا مستر. امهات كتير تكلمني يا مستر عايز اختار مدرسه يكون فيها البيهيفير. مفيش حاجه اسمها البيهيفير احسن حاجه، احنا صوره للمجتمع بتاعنا. دوري على السيستم، ما تدوريش على البيهيفير. دوري على السيستم بتاع المدرسه. هل في منهج منظم؟ هل في اداره للتعليم في المدرسه؟ هل في خطه ثابته؟ هل في مدارس تابعه لشركات؟ مدارس تابعه زي مدارس الراهبات، مدارس ال الخدمات التعليميه الغير هادفه للربح، شركات بتصرف عليها، حاجات زي كده، مدارس اهليه، حاجات اللي هي ليها سيستم. ما تدوروش على الحاجات اللي هي فيها ابهار وبس. هذا لا يعني اللي فيها ابهار وحشه كلها، لا. بس في مدارس
مش ما تدورش على المدرسه اللي من ناحيه من وجهه نظر الابهار، لا، دور على المدرسه اللي فيها نظام ماشي، المدرس مشي، في واحد بيشرف على السيستم، يجيب المدرس الجديد يشتغل من نفس النقطه اللي وصل ليها المدرس اللي فات، فابنك ياخد عمليه تعليميه كامله. تيرن اوفر بتاع المدرسين مهم جدا. اسال المدرسين ثابتين ولا بيتغيروا، مهمه الحته دي قوي. عايز تعرف المدرسه اللي اختارها لابنك، اختار المدرسه اللي فيها نظام تعليمي ثابت وفي اداره ثابته، مش لخبطه وتغيير كتير. اهم من البيهيفير، اهم من المدرسين الاجانب اللي موجودين، اهم من حمام السباحه، اهم من شياكه المبنى، اهم حاجه انه يكون في سيستم. اشوفكم مره تانية في نصيحه تعليميه تانية و5 تعليم.